إن شاء الله مكملين مع بعض كورس البروجرامينج لانجوج باي جافا. دي كده تاني سيشن إن شاء الله وآخر سيشن في الفور فري. لو عاوز تشترك في الكورس هسيب لك كل الانستراكشنز في الديسكريبشن. تمام. الاوتلاينز بتاعتنا السيشن دي هتبقى عبارة عن أول حاجة هنعرف ايه هي الكومبايليشن بروسيس أو ازاي عملية الكومبايليشن بتتم. بعدين هناخد الفرق ما بين الهاي ليفل لانجوج واللو ليفل لانجوج، هنعرف يعني ايه جي في ام وجي دي كي وجي في ام وايه وظايفهم، وهناخد introduction بسيطة كده إن شاء الله، مش هنتعمق أوي يعني في ال Object Oriented Programming. تمام. تمام. Compilation Process أول حاجة بس عاوزين نعرف يعني إيه compiler. الكومبايلر ده ببساطة عامل زي الترانسليتور. أنت مثلا في لغة معينة أنت بتفهمها وفي لغة تانية أنت مش فاهمها، زي مثلا أنا واحد بتكلم عربي وعاوز أفهم إنجليش، في كلمة بالإنجليش معرفتهاش فبضطر أستخدم الترانسليتور علشان أترجم الكلمة دي وأنا أفهمها. هو ده نفس النظام بالظبط. الكومبايلر ده أنت كهيومن عادي بتفهم لغة البرمجة العادية اللي هي مثلا بايثون سي بلس بلس جافا. الكمبيوتر أكيد مش بيفهمها بصيغة مباشرة، فبالتالي هنحتاج الكومبايلر ده أو الترانسليتور بحيث إن هو ياخد السورس كود بتاعك أو اللي هو لغة البرمجة اللي أنت فاهمها ويحولها لإيه؟ للماشين كود أو اللي هو اللغة اللي هو بيفهمها. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا معلومتين. أول حاجة إن الماشين لانجوج ده اللي بيفهمها الكمبيوتر بس. طيب اللغات اللي أنا بفهمها، تمام، والكمبيوتر مش بيفهمها، دي اسمها هاي ليفل لانجوج. هاي ليفل يعني ليفل عالي ما بيفهموش مثلا غير الهيومن. تمام كده. تمام. هتقولي ايه الاسمبلي لانجوج؟ هقول لك كمان شويه نعرف ايه هي الاسمبلي لانجوج والفرق ما بين الهاي ليفل واللو ليفل لانجوج. تمام. طيب بيقول لك هنا programmers write instructions various programming language، يعني انت كبروجرامر لما تيجي تكتب اي لغه برمجه، تمام، على الكومبايلر بمختلف لغات العالم، انت عندك لغات كتيره جدا. هو الكومبايلر ده هدفه ان هو او وظيفته ان هو بياخد لك الكود ده اللي انت كتبته وبيفهم بيه الكمبيوتر، بيحوله للسورس كود او بيحوله للبايت كود، الماشين لانجوج سوري او الماشين كود اللي هو بيفهمها، اللي هو عباره عن 0 1 زي ما انت شايف كده. وده الهاي ليفل، بس عندك مثلا بايثون سي بلس بلس جافا ايا يكن. الاسمبل لانجوج هي زي الهاي ليفل بالظبط بس دي لو ليفل. ازاي؟ يعني هي اقرب للانجليش شويه لكن معقده، يعني محتاجه تكنيكال نولج اكتر. تمام. يعني أنا مثلًا واحد مش مذاكر لغة برمجة خالص، بس أنا قوي في الإنجليش، هادخل مثلًا على لغة high level زي مثلًا البايثون، عندك كلمة print يعني إيه؟ طباعة، هو فعلًا بيطبع، فعلًا بيطلع لك output. هل أنت مذاكر بايثون؟ لأ، بس أنا فاهم English كويس فعارف كلمة print، عارف كلمة مثلًا integer يعني رقم صحيح، عارف مثلًا يعني إيه float الكلام ده. تمام؟ طيب الassembly language لأ، يعني مش English أوي، ولكن هي بعض الكلمات وبعض الاختصارات كده لازم محتاجة طبعًا أنت تكون فاهم assembly language عشان خاطر تعرف تكتب كود. تمام. عملية الcompilation بيقول لك any كمبيوتر مش بيفهم لغة الماشين، مش بيفهم اللغة الhigh level يعني directly كده مباشرةً، لأ، أنت محتاج إن أنت حاجة زي الcompiler عشان يترجمها لك للmachine language بتاعته. طيب تمام. بيقول لك English like abbreviations، دي اللي هي اللغة اللي عامةً أنت تفهمها، بتبقى English like abbreviations، هي دي بعض اللغات اللي شبه اللغة الإنجليزية بالضبط. تمام، يعني لغة برمجة شبه الإنجليزية. تمام، represent elementary operations ماشي، وبرضه بناخد بعض ال operations زي مثلا ال plus وال divide والكلام ده. فأنت كل حاجات أنت فاهمها يعني بالنسبة لإيه، سواء assembly language أو سواء اللي هي high level languages عامة. تمام. translator programs called assemblers. تمام، احنا عندنا 3 أنواع من الcompilers، عندنا الassemblers وعندنا الcompilers وعندنا interpreters. تمام. ايه الفرق ما بين الكومبايلرز والانتربريترز والاسمبلرز؟ الاسمبلرز دي من اسمها كده بتحول لك الاسمبلي لانجوج للماشين لانجوج، يبقى هو ده كده الكومبايلر بتاع اللو ليفل لانجوج. تمام كده. طيب زي ما انا برسم لك هنا كده هتلاقي البروجرامر كاتب هنا اسمبلي لانجوج، وبيستخدم الاسمبلر كوسيط ان هو يترجم او يعمل ترانسليشن، عمليه كومبايليشن او ترانسليشن للايه، للماشين لانجوج اللي هو بيفهمها الكمبيوتر. تمام. وعندك الفرق ما بين الكومبايليشن سوري الكومبايلر والانتربريتر. الكومبايلر والانتربريتر دول الهاي ليفل لانجوج، الاسمبلرز لللو ليفل لانجوج. طيب
الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر، انت عندك الكومبايلر مثلا انت كاتب كود، ملف كود كده بيتكون من 20 سطر. ساعات الكومبايلر بيروح قايل لك ال 20 سطر كلهم بكل حاجة فيهم، ويروح جاي مطلع لك ايه؟ الاوتبوت زي الفل. طب الانتربريتر بقى لا، بيقول لك انا هقرأ سطر سطر، يعني انت كاتب يا باشا 20 سطر، انا هكتب سطر واحد اوتبوت، سطر واحد اوتبوت. تمام. ده الفرق ما بين الانتربريتر والكومبايلر. طيب هسألك سؤال، هو دلوقتي مين الأدق، الانتربريتر ولا الكومبايلر؟ فكر شوية هتقول لي الانتربريتر طبعا. طيب ليه الانتربريتر؟ لأن هو بيدي سطر سطر، بيتأكد من أول سطر ويعدي، يتأكد من تاني سطر ويعدي. لو أول سطر فيه خطأ ما يكملش. تمام. يعني مثلا خلينا نقول إن ده كله كده، أنا كاتب أول مثلا سطر أقول له يا باشا برنت 1، تاني سطر أقول له برنت 2، تالت سطر فيه syntax error. يعني إيه syntax error؟ عارف أنت لما مثلا تكتب حاجة كده خطأ إملائي أو خطأ نحوي، مثلا غلط في جرامر، هو ده نفس النظام بالظبط. syntax error ده يعني أنت كتبت حرف غلط، حرف ما تعرفش عليه الكومبايلر، قال لك مش موجود للغة دي. تمام. يعني مثلا أنت عندك كلمة برنت، نقصت مثلا سيمي كولون ولا حاجة في الآخر، لو أنت مثلا كاتب سيستم اوت برنت، ورحت شايل السيمي كولون، هيقول لك انا مش متعرف على اللغه دي، انا معروف ان اي حاجه في لغه الجافا او اي سطر في لغه الجافا بينتهي بسيمي كولون، ده اللي انا عارفه. تمام. فده هو السنتكس ايرور. تخيل هو عامل عمليه الكومبايليشن كده وراح قايل لك ايه، انا كده مستخدم انتربريتر اهو. اول حاجه قال له اطبع واحد، روح طابع لك واحد. تاني واحد قال لك اطبع لي اتنين، طبعت اتنين. تالت واحد فيه سنتكس ايرور فبالتالي مش هيطبع، بس هو طبع لي فين؟ فوق واحد اتنين. طيب تعالى الكومبايلر بقى، الكومبايلر بيقول لك لأ أنا مش هاطبع غير في الآخر خالص، فأنت عندك برنت الأولانية السطر الأولاني صح، تاني سطر صح، تالت سطر هو الغلط. لأ، الكومبايلر مجرد ما هيلاقي أي syntax error مش هيطلع لك output، فبالتالي مين الأدق؟ طبعا الانتربريتر. طيب مين الأسرع؟ هتقول لي طبعا الكومبايلر، لأن الكومبايلر بيختصر وقت، بيروح جاي واخد لك كل الكود ويطلع لك output مرة واحدة. لكن الانتربريتر لسه بيقرأ أول سطر تمام ويطلع لك output، تاني سطر ويطلع لك output. فعملية الاوتبوت أصلا دي أو عملية الران تايم دي هي اللي بتعمل لك ديلي، يعني أنت فاهم بتأخر شوية. فبالتالي طبعًا الأسرع هو الcompiler، وعندك الأبطأ والأدق هو الinterpreter. طيب كلام زي الفل. إيه الفرق ما بين الhigh level language والlow level language؟ من كلامنا فوق أنت أكيد فهمت إن الhigh level language هي دي الحاجة أو اللغة اللي أنت كhuman بتفهمها. طب الlow level language هيها برضه، يعني هو نفس الhuman بيفهم لغة عادية برضه، بس بتبقى محتاجة technical knowledge أكتر، أنت محتاج إن أنت تتعرف عليها أكتر. مثلًا كلمة print مش زي ما أكتب لك مثلًا BR، هل أنت BR دي مثلًا يعني أنا كده عرفت منها إيه، فاهم؟ أنت أكيد اللي تفهمها أكتر print والّا BR؟ طب هي print هتفهم مثلًا كلمة move والّا MV؟ طب هي كلمة move هي دي الأقرب لمخك أكتر، هي دي ببساطة ده الhigh level language ودي الlow level language، هُم الاتنين محتاجين ليهم برضه compiler translator أي حاجة إن هي تفهم بيها الكمبيوتر. الكمبيوتر ما بيفهمش غير الماشين لانجوج، هتقولي الماشين لانجوج دي لو ليفل ولا هاي ليفل؟ لده ولا ده، دي خاصة بالكمبيوتر. حتى البايت كود خاص بالكمبيوتر برضه. تمام. هو ولا لو ليفل ولا هاي ليفل، بس اعتقد يعني البايت كود ده مصنف من ضمن اللو ليفل. هتلاقي الفرق ما بين البايت كود والماشين لانجوج، طب ما ده زيرو وانس وده زيرو وانس. اقول لك البايت كود ده لغة او كود انت بتستخدمه برضه الكمبيوتر مش بيفهمه تلقائي. ازاي برضه؟ انت عندك اي حرف او اي صوت اي عامة اي ويف عامة بتترجم للبايت كود. خليني مثلا كتبت حرف الام ده ليه كود مثلا بالزيرو والوانس، لما انا اكتب مثلا كود بالام ده والزيرو والوانس هل الكمبيوتر يفهمه تلقائي؟ لا، برضه هيحتاج له ترانسليتور وهيحتاج له اسمبلر علشان يحوله للماشين لانجوج. كلام زي الفل. بس هو ده كده اهو، انت عندك الكومبايلرز قلت لك زي مثلا انت عندك الانتليجي زي الفي اس كود زي اللي هو النيت بينز. طيب هتقول لي طب هو ايه الفرق ما بين النيت بينز والفيس كود والانتليجي؟ يعني انا دلوقتي عاوز اعرف مين الاحسن والاسئله بتسالني كتير. اقول لك كلهم واحد، كلهم واحد. انت معاك لغه برمجه، انت متعلم سواقه ومثلا عاوز توصل لمكان معين، لو ركبت عربيه جيب هتوصل، ركبت توك توك هتوصل، ركبت موتوسيكل هتوصل. تمام.
انت هتركب اي كومبايلر من دول، هتستخدم اي واحد من دول هتوصل برضه، هيديك هو نفس الاوتبوت. هي الفكرة في ان انت بترتاح لايه. في مثلا شكل، في واحد شكله كويس، في واحد بيقبل تطريز، في واحد بيقبل مش عارف ايه، في واحد بيبقى سهل. انت من نظرتك كده وتريحك للبيئة والenvironment اللي انت بتكتب عليها الكود، انت يعني انت وبيئتك بقى، تمام، انت وراحتك، لكن هما كلهم واحد اهو. ده كده الفرق ما بين الكومبايلر والانتربريتر، ان هو ده الانتربريتر ده زيه زي الكومبايلر بس بيبقى فيه ديلي شوية، لان هو طبعا ادق. طيب، ايه الفرق ما بين الجي ار اي والجي دي كي والجي في ام؟ الجي ار اي ده اختصار لكلمة جافا ران تايم انفايرمنت، تمام. الجافا ران تايم انفايرمنت بيقول لك needed to run جافا، يعني دي بتستخدم في ان انت بترن جافا بروجرامز. عندك مثلا جافا بروجرام مرمي في فايل مثلا اللي هو امتداد للجافا، هتقولي ايه يعني ايه امتداد والكلام ده؟ يا عم انا هتعامل معاك على انك امي ولا تفهم اي حاجة، تمام. انت الفايل، اي فايل عندك مرمي في الكمبيوتر بيتكون من حاجتين. اول حاجة النيم بتاعه، وبعديها الاكستنشن بتاعه اللي هو بعد الدوت وبعديها الاكستنشن. ايه هو الاكستنشن ده؟ الامتداد اللي بيحدد لك نوع الفايل بتاعك، سواء انت الفايل ده بتاعك ده صورة ولا بي دي اف ولا وورد ولا غيره ولا غيره، تمام. تمام. فانت دلوقتي انت عندك الكود بتاعك مثلا بيتكتب في ملف امتداد دوت جافا، تمام. مين المسؤول ان هو بيران الحاجات دي؟ هو الجي ار اي، هي دي الجافا ران تايم انفايرمنت، اللي هو مثلا زي الكومبايلر كده، تمام. هي دي الحاجة اللي انت بتستخدمها في ان انت بتران الكود بتاعك، ماشي. ده اللي بيحتوي على الجي في ام وبعض الستاندردز libraries، بعض الليبرز اللي انت تستخدمها زي مثلا اللي هي الجافا ذات نفسها، زي مثلا بعض هي دي المكاتب اللي انت بتستخدم، تقدر تimporت منها الفيتشرز اللي انت هتحتاجها، تمام. هنتكلم بالتفصيل برضو عن الحاجات دي قدام، يعني ما تعقدش نفسك دلوقتي. الفكرة دي allows you to already compile Java applications but doesn't contain development tools. ماشي، ما بتحتويش على بعض development tools لأن دي هتبقى موجودة في ال JVM، تمام. لكن هي دي يعتبر إيه، ببساطة كده ال GRE دي اعتبرها الكومبايلر. طيب، إيه هو ال JVM أو ال Java Virtual Machine؟ Java Virtual Machine دي interprets and executes Java bytecode، اللي بتستخدم لك الجافا بايت كود، تمام، وبتحوله للماشين لانجوج، تمام. يبقى انت كده في عملية الكومبايليشن انت بتحتاج ايه؟ بتحتاج الجافا فيرتشوال ماشين او الجي في ام، في ان هي دي الوسيط، او هي دي الأداة اللي لو جيت عمقت جوه شوية تعرف ان هي دي الحاجة اللي بتحول لك البايت كود اللي هو الزيرو والوانس اللي هي الايه الماشين لانجوج، او اللي هو اللانجوج اللي بيفهمها الكمبيوتر، تمام. هي دي بتحول لك اهو البايت كود اللي هي في الدوت كلاس فايل، تمام. انت عندك كده دوت جافا دوت كلاس. السورس كود بيتخزن فين؟ ايه هو السورس كود؟ السورس كود ده اللي هو الكود اللي انت بتكتبه عادي، اللي هو سيستم اوت برينتلين بقى وبابليك ستاتيك فويد مين والكلام ده، كل ده بيتكتب فين؟ في الدوت جافا فايل. طب السورس البايت كود قصدي، اللي هو الزيرو والوانس والكلام ده، ده بيبقى في الدوت كلاس فايل، تمام. ده بيحوله لك للايه؟ للماشين كود، ماشي. هي دي ببساطة او باختصار وظيفتها الأساسية ان هي بتعمل لودنج، بتفيريفاي، وتكسكيوت ذا كود. انت الكود عندك اللي قلنا من 20 سطر، مين اللي بيكشف لك الايرورز اللي فيه او السنتكس ايرورز اللي فيه؟ هي الجي في ام، تمام. طب مين اللي بيلود اصلا؟ مين اللي مثلا بيعمل لك لود او اللي هو بيعدي على على سطر سطر كده في الانتربريتر؟ هو الجي في ام. الجي ار اي بيحتوي على ايه؟ على الجي في ام، والجي دي كي هي الشنطه الكبيره بتاعته. هبسط لك الدنيا قدام شويه. يبقى كده انت عندك الجي ار اي اللي هو مثلا الانتربريتر او الاسمبلر او اللي هو الكومبايلر، بيحتوي على الجي في ام. الجي في ام دي هي دي اللي بتلود، بتفيريفاي، بتكسكيوت للكود. اكسكيوت يعني بتنفذ الكود، تطلع لك الاوتبوت او بتران. موجوده في الجي ار اي، وكلهم يا باشا مندرجين تحت الجي دي كي او الجافا ديفلوبمنت كيت. طب انا مبسطها لك خالص اهو. عندك الجي دي كي هي دي الشنطه الكبيره. طيب بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الجي ار اي والجافا ران تايم انفايرمنت وشويه تولز كده. يبقى بتحتوي على الكومبايلرز وشوية تولز انت تحتاجها كده ايه أساسية علشان ايه تساعد الكومبايلرز، زي مثلا الاكستنشنز، زي أي حاجة، تمام. بتحتوي على الجي في ام. الجي ار اي بتحتوي على الجي في ام وبعض الليبريز.
الJVM دي هي اللي بتعمل لك load verify execute للكود، والlibraries دي أو اللي هي بعض المكتبات اللي أنت بتستخدمها علشان تساعدك يبقى الكود أسهل. تمام. الobject oriented programming، يعني إيه object oriented programming أو OOP؟ الOOP هي دي a programming paradigm، هي دي أسلوب من ضمن أساليب الجافا أو سوري من أساليب لغات البرمجة، إن أنت بتستخدمها علشان تعرف تهندل الفايلز بتاعتك. أنت عندك مثلا كود، بدل ما أنت بتكتب الكود، يعني أنت كده في مسيرة حياتك كبروجرامر سواء أنت في سنة أولى ولا تانية ولا تالتة، كتبت كود مثلا ووصلت ل1000 سطر، قلت طب أنا لسه هقعد مثلا لما مثلا اكتشفت ايرور، لسه هنزل للسطر ال1000 علشان خاطر هندل الايرور؟ طب ما أنا أقسمهم مثلا إيه 200 200 200 200 200، 5 ميتينات كل واحد في فايل. إيه اللي أنت عملته ده؟ عملت كده قسمتهم كلاسات، قسمتهم فايلات، هي دي اسمها الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. تمام. طيب هتقولي برضو من بعض الميزات اللي موجودة في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، أنت قلت لك إن هي بتعرف بتقسمها كلاسز وبتستدعيهم عن طريق أوبجكتس. مش عاوزك تشغل بالك خالص بالحاجات دي، أنا عاوزك بس تفهم إن الأوبجكت مثلا هو ده زي القطعة من الكلاس. الكلاس ده مثلا إيه؟ اعتبره كيكة أو تورتة كده. إيه هو الأوبجكت؟ هو ده قطعة منه. أنت لما بتيجي تبص على القطعة دي بتقول عليها إيه؟ قطعة من الكيك، شايف؟ أو جزء منها تحمل مثلا نفس صفاتها وفيها كل حاجة موجودة في الكيك. تمام. طيب عندك مثلا فور كونسبتس أو اللي هو 4 مفاهيم من الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، هم دول الأساسيين. أنت المفروض تبقى عندك نبذة عنهم، مش لازم تتعمق فيهم أوي. طيب عندك أول حاجة اسمها الانهيرتنس أو التوريث أو الوراثة، عندك الانكابسوليشن أو اللي هو الكبسلة أو التغليف، وعندك حاجة اسمها بوليمورفيزم، وعندك حاجة اسمها ابستراكشن. تمام. أو التجريد. عندك الاتنين دول مش عليك أوي، يعني يا دوب بس أنا عاوزك بس تعرف نبذة عنهم كده، إن شاء الله في الفترة الجاية يعني أو السيشنات الجاية هعرفك عليهم بالتفصيل. ماشي، مش بالتفصيل أوي، أو اللي هو الحاجات اللي أنت هتحتاجها بس، أو الحاجات اللي أنت هتمتحن عليها. عندك الانهيرتنس الانكابسوليشن، دول لازم تعرف هما بيعملوا إيه. طب إيه هو الانهيرتنس؟ الانهيرتنس ده هو التوريث. أنت عندك كلاس وعندك كلاس تاني، كأنك مثلا الكلاس ده فيه اتريبيوت معينة أو فيه فاريبل معين، وده مثلا ما فيهوش حاجة خالص. لو قلت لك إن ده inherited from ده أو هو ده ورث من ده، هيورث منه إيه؟ أكيد طبعا الصفات أو اللي هو الفاريبل بتاعه، أي حاجة موجودة معاه هيورثها. زي الأب والابن كده، لو الأب توفى مين اللي بيورث؟ الابن بياخد كل حاجة فيه. تمام. صيام في بعض الاستثناءات عشان ما حدش يعلق على كلامي، في بعض الاستثناءات وهقول لكم عليها بعدين يعني مش وقته. طيب تمام. طب إيه هو الانكابسوليشن؟ الانكابسوليشن ببساطة أو بلغة المصاطب يعني، تخيل أنت مثلا معاك عربية لعبة، أنت عارف وظيفة العربية اللعبة دي إيه؟ هتقول لي اه يعني هو بتجري وتلعب والكلام ده. طيب هل أنت فكرت هي بتمشي إزاي؟ هتقول لي لأ، بس أنا عارف إنه مثلا جواها موتور والكلام ده فبيخليها تمشي. شايف؟ فاللي هو أنت عندك إيه؟ أنت بتعرف الحاجة دي بتشتغل، يعني إيه وظيفتها، لكن يعني ما تقولش هي بتشتغل إزاي. أنت دلوقتي بتقول لي أنت شغلانتك إيه؟ هقول لك يا باشا مهندس. طيب أنت عارف إن أنا مهندس لكن ما تعرفش أنا بشتغل إزاي بالتفصيل. لو مثلا ما أنا مش أكيد مش هقول لك إن أنا مش عارف بروح أعمل كذا وببرمج كذا وبعمل كذا، فاهم؟ فاللي هو أنت بتعرف وظيفتي إيه لكن مش بتعرف أنا إزاي بشتغل بس. فهي دي وظيفة الانكابسوليشن، إن هي بتخفي لك الوظيفة بس أنت بتقدر تستفاد بيها. بتخفي لك الكود شغال إزاي، أنت عندك قطعة من الكود هي خافية لك الكود لكن أنت بتستفاد بيها، بتستفاد بوظيفة الكود ده. تمام كده. تمام. بس مش شرط بقى نعرفك على البوليمورفيزم والابستراكشن، دول حاجة يعني ايه ان شاء الله تعرفهم بعدين في سنة تانية. بس كده. زي ما قلت لك ان دي ان شاء الله اخر سيشن فور فري. الكورس فيه عروض، يعني فيه كذا سعر ليه. التفاصيل هتلاقيها في الديسكريبشن، سايب لك كل حاجة، وأتمنى يعجبك تكون السيشن عجبتك يعني. أشوفكم على خير السيشنات الجاية. السلام عليكم.